سمعتوا عن خطة 3-3-3؟ شنو خطة 3-3 دكتور؟ تبني حيوان أليف في المنزل تجربة ممتعة وإيجابية، لكنها في نفس الوقت مليئة بالتحديات. أهمها القلق والإرهاق النفسي للحيوان، لازم يتكيف مع بيئة جديدة وأشخاص جدد واحتمال حيوانات أليفة أخرى. خطة 3-3-3 تعني 3 أيام، 3 أسابيع، 3 أشهر الأولى بعد تبني الحيوان الأليف. طيب دكتور، شنو راح نسوي خلال كل هالفترة؟ تخفيف الضغط قد تكون مرهقة للحيوان الأليف، سواء كان كلب أو كان قط. راح تشوف على الحيوان علامات التوتر والقلق. بالنسبة لك البيت آمن ومريح، لكنه مليء بالمشاهد والأصوات والروائح الغريبة الغير مألوفة بالنسبة للحيوان. في هذه الأيام الكلاب تتردد في الأكل والتفاعل، بينما القطط تبحث عن مخبأ آمن فوق الدولاب أو تحت السرير. في هذه الأيام الثلاثة الأولى وفر لهم مكان خاص فيه الأشياء الأساسية مثل السرير والطعام والماء والألعاب، وابعد عنهم الحيوانات الأليفة الأخرى، وخلي اللي يتعامل معاهم شخص أو شخصين على الأقل. لا تجبرهم على الحضن والملاطفة، خلهم يشعرون بالسيطرة ويون لك على راحتهم عشان تبني بينك وبينهم الثقة. والحين انهي للثلاثة الأسابيع الأولى. هادي يا ابلو حبيبي. ها تيمور، سلام حبيبي. والحين انهي للثلاثة الأسابيع الأولى في حياة الحيوان الأليف في داخل المنزل. التأقلم. في الفترة هذه يبدأ الحيوان الأليف تدريجياً باستكشاف البيئة وفهم الروتين، متى وقت الأكل، وقت النزهات، مغادرة أصحابه ووقت عودتهم. هو الوقت اللي تبين شخصيته. وأيضاً المشاكل السلوكية، مثل عنده مشاكل سلوكية مثل المضغ والنباح والخرش والتبول خارج صندوق الفضلات. بالنسبة للقطط والكلاب التبول في المنزل في أي مكان. وأيضا في هذه الفترة تقدر تعرفه على أفراد العائلة وعلى الحيوانات الأليفة الأخرى. خلهم يقتربون منه وراقب تفاعله معاهم. إذا شفت عنده توتر، وخاصة إذا جربته من حيوانات أخرى، بعدهم عنه علشان تتجنب بينهم الشجارات. تدريجيا مثل ما قلنا أن القط ممكن ينخش يقعد في مكان محدد، أو الكلب نفس الشيء، تدريجيا يتوسع عند المكان ويشعر الحيوان بالأمان. طبعا خلال هالفترة إذا صار وقت تطعيمه أو إعطائه مضاد الديدان، أو احتاجيت أنك تفحصه أو حسيت عنده مشاكل صحية، لازم وين توديه عند الطبيب البيطري. والحين نجي الأشهر الثلاثة الأولى، بناء الثقة. بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى تشعر معظم الحيوانات الأليفة بالراحة، وصار عندها ترابط قوي مع عائلتها الجديدة، وتأقلمت مع روتينها اليومي وتشعر بالأمان في بيتها. هني إذا ظلت معاهم مشاكل سلوكية، يعني مو سببها التوتر أو الخوف، فلازم تبتدي تعالجها. مثلا تدرب الكلاب على الأوامر، وتحل مشاكل القطط إذا مثلا عندها مشاكل تقضي حاجتها خارج صندوق الفضلات. في ذي الفترة راح تفهم الحيوان بشكل أكبر، وتعرف طباعه، وتعرف تميز علامات المرض والحزن وغيرها. لا تنسى من المهم جدا أنك تعود على طبيب بيطري تثق فيه، عشان يبني معاه أيضا علاقة ثقة ضرورية لضمان صحة الحيوان على المدى الطويل، وما تكون زيارة الطبيب البيطري رحلة غير سعيدة. وطبعا الطبيب البيطري راح يعطيك التعليمات المناسبة لصحة حيوانك الأليف، وراح يخبرك مواعيد التطعيمات ومضادات الديدان والفحوصات الدورية، ويخبرك إذا احتاج مكملات غذائية أو أكل مناسب لصحته، وأهمية عمليات التعقيم لهم، وكل شيء يحتاجه حيوانك الأليف. هذه الخطة 3-3 هو مجرد دراسة جربوها علماء سلوك الحيوان، قدروا الفترة المتوسطة الحيوان اللي ممكن يتأقلم معاك في المنزل. لكن لا تنسى اختلاف شخصيات الحيوانات تأثر. الكلاب مثلا في العادة مطيعة، بينما القطط اللي تكون مستقلة أكثر ومزاجية. وأيضا بعض العوامل الصدمات السابقة بسبب معاملة سيئة
وجود شخص في منزلك غير متعاون أو حيوان أليف آخر مسيطر أكيد راح يكون له تأثير كبير. حتى بين القطط نفسها في اختلاف، والكلاب أيضا في اختلاف. يجيك مثلا قط خواف ياخذ وقت للتكيف، ويجيك قط ثاني بالعكس اجتماعي من الدرجة الأولى ويتعامل معاك كأنه عايش معاك من سنين. أهم شيء في هذا كله الصبر والحب والالتزام عشان تبني علاقة سعيدة مع الحيوان الأليف. كلموني عن تجاربكم، كيف كانت أول تجربة تجيبون فيها قط أو كلب جديد لمنزلكم؟ Good boy.